السيسي نياهو صبي نتنياهو ابن بائعة الهوى مصاب بالسعار هو ونظامه من امبارح او من اول امبارح. من اول ما طلعت لوحة الاعلانات وعليها صور جرايمه وعليها العلم بتاع قرايبه ورا صورته، وهو ده الحقيقة مكانك الطبيعي، وهو ده العلم الحقيقي اللي انت بتمثله، علم الكيان يا جاسوس يا بايع ارض مصر. انت اتخضيت؟ انت اتخضيت ان المصريين كلهم عارفين حقيقتك؟ اتخضيت ان المصريين بيعملوا كده؟ انت مش طلبت من المصريين يتعلموا لك البرمجة؟ برغم انك قطع لهم الكهرباء لكن يتعلموا لك البرمجة على الناشف من غير كهرباء، من غير تعليم. واخد بالك؟ قلت في اعلامك المهترئ، ما انت عشان تعرف بس لما بتشغل عندك عيال انصاف متعلمين متخلفين بيودوك لغاية فين. قلتوا ان هو سوداني او ان هم 3 سودانيين وقبضتوا عليهم ورحلتوهم ليه؟ عشان انت لسه زي ما انت عارف، زي ما انا قلت لك امبارح، انت عايش في الستيت اوف دينايل، الانكار، انكار الواقع. انت كل دوت عايز تحط في دماغك وفي دماغ الشعب كل الشعب بيحبك، كلهم بيحبوك، عاشقين تراب حضرتك. اللي بيكرهوك مين؟ هم السودانيين. طب لما هم السودانيين وقبضتوا عليهم ورحلتوهم، قطعتوا الكهرباء ليه عن فيصل؟ ها؟ قبضتوا ليه على المواطنين؟ عاملين ليه حملة مسعورة وماشيين تفتشوا الموبايلات في البيوت وفي الشوارع وفي المواصلات العامة؟ بعت ليه كلابك بثقافة كده النسوان الشمال ينوروا في لوحة إعلانات، لوحات الإعلانات كلها اللي في التجمع الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، إخوان المسلمين جماعة دعوية، الإخوان المسلمين اللي عالجوا المصريين في المستوصفات، الإخوان المسلمين اللي جوزوا البنات الأيتام، الإخوان المسلمين اللي حفظوا المصريين المسلمين القرآن وكانوا بيطلعوهم معسكرات يعلموهم أصول دينهم، الإخوان المسلمين اللي حافظوا على مصر من أول ما ظهرت جماعة الإخوان المسلمين مجتمع مترابط. يا متآمر، يا خاين، يا جاسوس، الإخوان المسلمين أسودهم اللي موجودين في السجن دلوقتي مش عايزين ينخوا ولا يسجدوا لك ولا يسجدوا إلا لله. هتقول عليهم بقى جماعة إرهابية، جماعة بطيخية، جماعة بتنجانية. لو هناخد عليهم حاجة هناخد عليهم فقط سلبيتهم الوحيدة ان هم كانوا ضعاف في التعامل معاك انت يا حقير، يا جاسوس، يا جاسوس تل أبيب، يا جاسوس الكيان، يا ابن الحرام. تفو، وعيتك سودة ما يحكمش. هانت، ها؟ هانت قوي، استعد، احزم